نبدأ بقى بسم الله الرحمن الرحيم. كده كاميرا تمام. اهم حاجة ايه؟ نقرا القرآن قبل ما نتحرك. انا نسيت اقفل الخوذة بجد، يعني انا حاسس ان في حاجة غلط. انا نسيت اقفل الخوذة، هقف على جنب اقفلها. طبعا عشان تقفل الخوذة كويس لازم تقلع بقى ايه كده بتاع ده، وتقوم راجع وجاي تاني وطالع وتقوم قافل الكبسولة كده. فهنخلع. السلام عليكم. ماشي، ده قطر عربية. ابقى واخد بالي ان انا لو خدت غرزة خلاص انا بح. انا مثلا دلوقتي ماشي اهو على مثلا 80، الطريق قدام، انا قدام شايف ان هو بيسحب، انا مش هينفع اجازف ان انا افضل ماشي 80 90 100 وانا شايف ان الطريق بيسحب قدام، ممكن واحد يرمي، ممكن واحد يقف. طب انا ليه اعمل كده؟ او انا ليه استنى لحد اخر لحظه عشان ادوس فرامل؟ فدي حاجه، يعني دي حاجه انا بشوف ان هي بتبقى غلط وخطر. يعني في حاجه انا بحبها جدا، او مقوله انا بحبها جدا، اللي هو المحترف هو اللي يسوق حاجه ضعيفه بسرعه، انما ان انت تسوق بايك كبير بسرعه ده مفيش احترافيه خالص. لان انا يعني مثلا دلوقتي انا مثلا ماشي ببايك 600 اهو تمام. طيب انا ماشي دلوقتي على الغيار التالت تقريبا تمام. انا دلوقتي معلش يعني، هو انا لو عملت كده اهو ايه المهاره في ده؟ يعني ايه المهاره في ان انا عملت كده اهو؟ فين المهاره؟ يعني هل في مهاره في اللي انا عملته دلوقتي؟ لا، مفيش اي مهاره، انا دوست بنزين بس اهو اهو. في مهاره؟ مفيش مهاره. هل مثلا انا اجري معاه دي مهاره؟ مش مهاره. ليه؟ انا بقرص وهو بيقرص، انا كده كده في الاخر هحط عليه. كده كده اي بايك هتسبق اي عربيه. عايز تجري اجري، بس يكون الطريق سامح ان انت تجري، ما تجريش وتتسبب في كوارث على الطريق، تتسبب في ان انت ناس تموت بسببك، تتسبب. بلاش يا جدعان بالله عليكم نعمل حاجات في الاخر نرجع نقول يا ريتنا ما عملناها، وتلاقي نفسك ان انت دخلت في سكك اللي هو ان انت مثلا لا قدر الله انت جرالك حاجه، انت ما جرالكش حاجه، البايك هيجرالها حاجه، انتوا الاثنين ما جرالكوش حاجه، انت ممكن تتسبب في كارثه وحد لا قدر الله يتوفى بسببك. ففي المجمل دايما ان انت تبقى ماشي محافظ على سلامتك، ومحافظ على الطريق، ومحافظ على الناس اللي حواليك. دي حاجه صح، هو ده الصح، هو ده اللي بيخليك بجد سواق محترف، هو ده اللي بجد بيفرق ما بين سواق محترف وسواق مش محترف. يعني انت تبقى عارف امتى تجري وامتى ما تجريش، امتى تقرص وامتى ما تقرصش، امتى فعلا لو قرصت تبقى خطر. اما كنت بقى ايه، اما كنت بنزل بالريس في وقت زي ده، يا لهوي. يا لهوي، كنت بتعذب والله، كنت بتعذب. المانوفرنج بتاعه صعب جدا. يعني فاهم الموضوع مجهد فشخ بصراحه. انا عايز الف بس يا شباب والله. في الزحمه دايما الناس بتتساءل ليه، بتوع الموتوسيكلات بيرفوا كده ليه بنزود بنزين كده مره واحدة؟ الفكره ان احنا لو سايبين البايك ايدل او داير ودورة التبريد مش بتلف في الحالة دي المية مش بتلف، فالبايك مش بيبرد. فاحنا بنعمل كده عشان البايك يبرد معانا. دي حاجة ناس كتير أوي يعني ما عندهاش علم بيها أو متبقاش فاهمة هي ليه بتحصل.